السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيوان شكله غريب وجسمه شبه الكلب وديله شبه الكنجر، وعلى ظهره خطوط زي النمر. حيوان عاش سنين بعيد عن عيون العالم، وفجأة البشر قرروا ينهوا وجوده. لكن السؤال الحقيقي، هل فعلا انقرض ولا لسه مستخبي في مكان محدش اكتشفه لحد النهاردة؟ في الفيديو ده هنعرف القصة الكاملة عن نمر تسمانيا. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نمر تسمانيا كان حيوان جرابي، يعني زيه زي الكنجر والكوالا. أنثى بتربي صغارها في جراب تحت بطنها. كان بيعيش في استراليا وتحديدا تسمانيا. لونه بني فاتح ومخطط بخطوط سودا واضحة على ظهره. وكان عنده قدرة غريبة إن فمه بيتفتح لحد زاوية 120 درجة. في الأول نمر تسمانيا كان عايش طبيعي وسط بيئة متوازنة، لكن مع وصول المستعمرين الأوروبيين لاستراليا وتحديدا تسمانيا في أوائل القرن ال19 بدأت المشاكل. المستوطنين جابوا معاهم الأغنام والماشية، وبالطبع حصل تصادم بين حياة البشر والحيوانات البرية. نمر تسمانيا اتهموه بأنه بيهاجم المواشي وبياكل الأغنام، وعلشان كده الحكومة بدأت تعرض مكافآت علنية لأي حد يقتل نمر، وكانت قيمة المكافأة وقتها حوالي 1 جنيه استرليني للنمر البالغ، ونصف جنيه للجرو الصغير. المبلغ ده في زمانهم كان كافي جدا ان المزارعين يتحولوا لصيادين مؤقتين. لكن مش بس الصيد هو اللي خلص على نمر تسمانيا، كان في امراض غامضة بدأت تضرب الحياة البرية في نفس الفترة. ومن بين الحيوانات اللي اصيبت كان النمر نفسه، وده خلى حالته الصحية تتدهور اكتر واكتر. ومع قلة أعداده وضغط الصيد أعدادهم نزلت بشكل كبير. في يوم 7 سبتمبر 1936 توفي آخر سايلسين مسجل رسميا، وكان اسمه بنجامين. ومات داخل قفص في حديقة حيوان هوبارت بعد إهمال رعايته لأنه تعرض للبرد الشديد. وده بعد شهرين بس من صدور قانون حماية النوع ده، يعني القانون جه متأخر قوي. من وقتها رغم إعلان انقراضه رسميا سنة 1986، ظهرت عشرات المشاهدات والتقارير من صيادين ومزارعين بيأكدوا إنهم شافوه، لكن للأسف مفيش صورة واضحة أو تسجيل علمي يؤكد وجوده. وفي سنة 2017 انتشر فيديو غامض لكائن يشبهه جدا، لكن التحليل العلمي ما أكدش هويته. في النهاية واضح إن البشر كانوا السبب الرئيسي في اختفاء نمر تسمانيا، ويمكن نقدر نقول إن البشر هم الكائن الأكثر وحشية على الكوكب ده. لو تعرف حوادث تانية مشابهة بتثبت وحشية الإنسان قولنا عليها في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.